مساء الخير. تتذكروا هذا الشارع اللي صورت عنده مع العم محمود؟ كان على عرباية الموز. حكى لكم عن شجرة الجميز. والله اليوم طقس كثير جميل. ماشي انا مرحبا ام اشرف، ماشيين انا وياها. بتعرفي انا بحب هذا الشارع عاملين كثير. قزوره كيف الشارع. فهذا الشارع يعني انا بحبه كثير. ليش بنحبه احنا فكرة؟ هيك اول شيء على عبق التاريخ وشجره الجميزه من زمان، كيف كان هذا الشارع وكيف عم بيطوروا فيه شوي شوي. هذا كان الشارع ما كان هيك يا جماعه قبل كم من سنه، بس بعدين ارتقوا انه يحولوه لشارع سياحي، لانه جنبه هذا المتحف الروسي. ليوم يمكن عشان الدنيا ليل شايفين هذا، ليوم بصور لكم بالنهار عن المتحف الروسي من جوا، وعشان شجره الجميزه فهون ارتقوا انه يحولوه لشيء سياحي جدا. فزي ما انتم شايفين بلطوه وعملوا فيه اكشاك وشجر. شوف عارفه هذول الشجر كله معمر، هذا من زمان. هذا الشارع كان من احلى الشوارع قديما. كان هذا الشارع عادي، يعني سيارات تروح تيجي فيه عادي، بس هلا لا، هو فقط للمطاعم للسياحه. أكشاك شوفوا ما احلاه، بجنن. انا بحبه كثير هذا الشارع. هذا كنت انا صغيره اجي هون. تتذكري كنا نلعب على البسكليتات ونيجي هون عند خالتك، بس كان نزهق منه من كثر السيارات. السيارات. ساكنه في اخر الشارع. يا الله شو نحب هذا الشارع كثير. شوف هاي الاكشاك، كلها هاي اكشاك جديده، هذه مكانها. لا هاي حبيت لما جددوا المكان سووا اكشاك هاي مطاعم وعداء وهدوء. محلك كثير حلو، يعني استغلال الاماكن هي او اي منطقه ممكن نعمل منها سياحه. حلو ان نستغلها صح. يا عيني على الاجواء. يعني كمان الاغاني القديمه. بس انا الاشي اللي مستغربته هذا الشارع في حالة هدوء، ودائما ما بيكون عليه حركة، مع انه من اجمل الشوارع. يعني بتمنى الايام هاي الصخب، بحب الاشياء الصاخبه وتكون فيها اشياء كثيره. السلام عليكم. بتمنى شايفين مساء شايفين يعطيكم العافية. احنا قناة فضاءات واسعة على اليوتيوب. هذا الشارع كتير جميل، شارع قديم في ريحة، اللي هو شارع الجميزة بيقولوا له. وحضرتكم كأنكم مش من البلد، بحب أتعرف على حضرتك. محمد صلاحات من بيت لحم إشي؟ لا ساكن هاي مشعفر، بس الأصل من نابلس وادي البيدان. أهلا وسهلا. جايين اليوم هيك سياحة؟ والله كل في الأسبوع بنزل مرتين ثلاث يعني. والله طب ليه بتنزل على ريحة مرتين ثلاثة؟ يعني شو تعني لك يعني؟ حلو، قاعدة رايقة، أجواء حلوة دافية. يعني كيف رأيك في الشارع هذا؟ رتب الشارع حلو صح؟ على كل حال نتمنى لكم دائما هدوء البال، وضلكم مستمتعين يا رب، وضلكم تيجوا على أريحة وتنشطوا السياحة فيها وانجوي، استمتعوا كثير في أريحة. كثير انبسطنا بمعرفتكم ويعطيكم ألف عافية. شايفين ما أحلاه. قولوا لي رأيكم في هذا الشارع، والله حلو ولا مش حلو؟ تصوروا هذا لو هيك في عز الصيف يكون مليان ناس وقعدات وأشياء وفعاليات، والله كتير حلو. بتعرفي بيتون هذا الشارع له كم، يمكن له أكثر من 10 سنين عاملينه ومرتبينه بعد بالترتيب، بس برضه بده لازم لمسات حلوة وتغييرات حتى تكون أحلى، يمكن تكون في أجمل. فاكيد رح يعملوا. مساء الخير، كيف الحال؟ دور اللعبة تعيشنا احنا. معانا العم خليل. عم خليل ممكن تيجي هذا الكشك إلك، كشك قهوة أبو طارق لمعي. هو لقبه لمعي. يعني انت شايفك حاطط صور ام كلثوم والفنانين الصافي فيروز. وديع الصافي وفيروز. طيب ليش فاتح هلا عليهم؟ هلا الجو بده هيك. كيف زمان فاتح هون كشكاك؟ والله انا صار لي من 2014. من 2014. والله انت من الناس الصامدين. نعم. ما شاء الله. كيف شايف الحركة هون؟ والله مش ولا بد، يعني من ايام الكورونا كان في حركه، بعد الكورونا نامت في الكورونا شوي وعاودت شدت لما ابعد الكورونا. طب ليش فكرك البلديه هذا الشارع بعد ما كان شارع عادي تمر منه السيارات والناس، ليش قررت تعمله بهاي الجماليه، تحط فيه اكشاك؟ هذا ما هو ايام اخونا ابو حسين الله يعطيه الصحه اول شيء، متفق مع جمهوريه روسيا على اساس انه اخذ المقر هذا لهم،
ما يغبرش الشجر وما يصير شيء يعني كل جمالي جزء من الجمالية من المكان جمالية يعني الشارع. تختار للسياحة. نعم. بيجوا السائحين بلاقوا هون أشياء بالضبط. كمان بيجوا ممكن إنها أشياء. تستغل نعم، صحيح. وتعتبر كأنها للدخل اقتصاديا للدخل اقتصادياً. القومي. نعم. إن شاء الله يا ربي هيك الدنيا تتحسن، الأوضاع الاقتصادية بس مشكلة تتحسن. البلدية انه استغلتوا اسعارهم غالية طب هلا كثير. انتوا ايش مثلا بتفضلوا الأسعار الأكشاك غالية، الأكشاك غالية. يعني شو بتطلب من البلدية تقلل؟ يعني هذا العمل لاولاد البلد اللي يستفيد الواحد يستفيدوا بده منه، يتسلى عشان بده يقدروا يستفيدوا. يستفيدوا منه يعني يشوفوا انه يطلع يا يوميته ريت المجلس البلدي الجديد اذا بيحضر حدا من طرفكم هذا الفيديو، يعني هذا مواطن فاتح هذا الكشك يعكس صوره. وقت الحرب فيا ريت تنظروا وقت الحرب ما للموضوع كانش اللي يمرع، بيحكي يعني فيه. العصا لما وايش كمان راحوا. ممكن تكون ناقصه البلديه لازم تسويها ومش مسويها؟ اول شيء اهم شيء الموتورات والبسكليت هذا الدراجات مهم جداً، لأنه الناس الكهربائيه كلها هاي هون تزهق من الموتورات هاي الأخيرة. الدراجات صحيح. الكهربائيه والموتورات هاي صحيح. بمروا لأن هاي مش بشكل لازم طبيعي. تكون طب هاي. امتى بتشد الحركه هون؟ امتى بيكون هذا المكان هو في الليل حرام غالباً. يضلوا صامت شوفي هيك؟ بس شو بس ما بزبطش في النهار. بس انا اجمالا ما بالضبط. بشوف حتى في حياه بالنهار. كبيره يا حتى بالنهار انا أخ بدي خليل. الصبح عاده بس بجي بنظف هيك بنظف حوالي الا في الليل. إلا في الليل. لانه هيك منظره بيوحي انه بس بالليل بعد سهران. منظره بس شوف بالنهار الأشجار حتى يعني المعمية. المعنيين بيجوا بقعد بيشربوا هذا كاس شارع شاي الجميزة يا جماعه. نعم. يعني ارتباطا بشجرة الجميزة اللي حكينا لكم تاريخها الديني، يعني أنا بتأمل إنه هذا الشارع ياخذ حظه أكثر سياحيا، يصير عليه دعاية أكثر، يجذب السائحين أكثر، لأنه خسارة هذا بالذات المنظر السياحة الخلاب المحلية. وهي الأعداد الجميلة، وتقدروا تستفيدوا اقتصاديا وتطلعوا على الأقل أجرة الأكشاك والمصاريف اللي عليكم والضرائب وحياتكم والتزاماتكم. كل شيء بدفع كهرباء سمعت انه بده يصير في تطوير شوي للمكان، انه في فكره انه يتطور. هلا انا بقول اذا تطور بوعدكم يا متابعين، اذا تطور وحسيت انه الاشي اتطور بشكل ملحوظ بصور لكم فيديو تاني، بس انا نفسي يصير في حياه اكثر. واللي بيحضر هذا الفيديو تعالوا على شارع الجميزه، والله في اعداد بتجنن وفي اكشاك بتقدم مشروبات خفيفه وسندويشات كثير حلوه، مقاهي يعني كثير حلوه. هدوء كيف بس مشكلة الموتورات درجة والله الهوائية مزعجه. هي خلص لا البلديه صار انا راح بقول يجينوا انها لازم تحط سلاسل سلاسل بالضبط او بالضبط. او بوابة زجزاج للمشاة هي بس. زي ما شفنا في ممر محمود درويش في رام الله هيك عاملين لا، عشان ما المتحف تدخل. الروسي في باب زجزاج ايوه وسكروه برافو وخلوا برافو. الناس يدخلوا منه باب زجزاج او بالضبط زي البوابه هاي اللي بتكون على ابواب الفنادق. بس المشاة. المشاة والله مزعجه لك. شايف هينا احنا قاعدين الموتورات والبسكليتات، هذا بعيق كمان بصير بشكل ازعاج. موجود هناك. هاي وحدهم كمان يعني لازم يحطوا شيء سكه غاد. يعني بنتمنى ينتعش هذا المكان ونشوف هاي من الاشياء المرور فيها شرطة هي المرور وبالتعاون مع البلدية يمنعوا الشغلة هاي. ان شاء الله. شكرا اخي شكراً خليل، شاي. وان شاء الله يا أنا ربي شكراً بنرجع بدنا نعمل اسمعوا دعانا على شاي، بس نكمل الجوله نيجي نشرب شاي رحاوي. تشرب شاي رحاوي ايوه هيني جهزوا هيني راجعه. ولا يهمك ولا يهمك. يعني شايفين يا خساره والله اصحاب الاكشاك مجتهدين، عاملين ديكورات حلوه واعداد كتير لطيفه وحلوه ومش مكلفه، يعني الواحد يجي اجى يشرب له فنجان قهوه، كاسه شاي، سندويشه. يا عيني على الاغاني القديمه بتجنن. كيف المشي يا ماجده؟ حلو بجنن. مرحبا، كيفك؟ يامن، كيف حالك؟ يامن ابن صاحبتي، كيفك؟ شو اخبارك؟ والله مبسوطة انك هنا. يعني هذا شوفوا هاي الاكشاك على بساطتها، بس بتعطي فرص. يعني يامن طالب جامعة بداوم في الجامعة وبعد الظهر بيقدر كمان يدعم دراسته من خلال شغله. برافو عليك يامن. كيف شايف الشغل هون؟ بشوف لك فيديوهات لما شفتك في الشارع والله انبسطت. يعني بتتابع القناة؟ كيف تشوف الفيديوهات؟ هذا المحل فيه قعدات عائليه، فيه قعدات شباب. حلو الاسعار مريحه للناس. وجه كلمه للمتابعين، قول له اشجعهم يجوا. بالنهايه هاي الصفحه بتفيد البلد، يعني بتعملي من ولا شيء بالنهايه، بتلفلفي على المحلات تاخذي ارائهم. طب وجه لهم كلمه عشان يجي يزوروا هاي المحلات. احنا في شارع الجميزه، اسمنا نيرفانا كافيه. طبعا اسم المحل اللي هو المكان الهادي، القعده الهاديه. طبعا يعني زي ما شفتي يمكن صورتي، هي المشكله الوحيده اللي بنواجهها في الوضع اللي احنا فيه حاليا انه المواتير، بسكليتات، تراكتورونات، احصنه صارت تمرق كمان. واو. خلص ان شاء في الله. اولاد مثلا عائلات بتجيب اولادهم صغار. اسمع، انا كشخصيا كمواطن بدي ارفع انا باسمي طلب
البلديه تنظر في ان هذا شاء الله الموضوع. صفحه فعاله اكيد راح بتمنى لك التوفيق يا رب وآية الرزق. مصر يضيفنا عصير. انا والله بتابع. تفضل بس يسلموا. انا من وراء الشاشه. لذيذ جدا استودعك. استناكم ليوم عندنا ضيافه هون محلك لاش مسجد. ذاكي كثير. بدنا نرفع عن جد الله يوفقك وآية الرزق ان شاء الله. نورتوا الشارع. يعطيك العافيه. بدي اخليكم تشوفوا كل الشارع ولا راح ابخل عليكم بشيء. شوف ما احلى. انا متاكده اللي بيحضروا فيه قاعدين بيقولوا يا ريتنا هناك نقعد هالقعدات الحلوه الجميله الرايقه. ما احلى بجنن كثير حلو. صحة. تسلم الايدي تسلم الايدي يا عيني يا استكانات يا جماعه بالنعناع. هاي كاسات الاستكانه بزمو اذا كانوا يقولوا لها الاستكانه اظن بالنسبه لايام الدوله العثمانيه استكان. بتعرفوا شو سر الشاي الريحاوي؟ تغلي المي بعدين بعد ما تغلي المي بتحطوا معلقه شاي في الكاسه وتديروا مي مغليه لا كاسه بالبريه. كاسة بالبريق. لا بالبريه. لا تلخبطونيش انا بعمله هيك الشاي الريحاوي الأصيل. لا ما بنعمل هيك غلطتي. طب نسال هلا في خلاف هي بالك الشاي كيف بتعمله؟ هلا الشاي بتغلي المي بتحط السكر بالبريق بتحلى هيك بتحلى بالبريق. بعدين بعد ما تغلي المي والسكر تخليها هلا شوي بتحطي معلقه شاي. قديش البريق؟ حجم البريق قديش بتحط الشاي؟ غلوا واحده. انا بقول لك قال هيك من فوق دير هيك دير الشاي. قال اهم شيء الفوره. لا قربت الشاي. شيات لمعي الاخ خليل. احنا بدناش يلا نعنع. اسمع انا زارعه نعنع. شو رايك تصير خلقت تضمن الاخوات اللي عندي؟ ودي لي مع مازن. دائما مفروض عندي كاسة شاي بالاستكانة القديمة من عند لمعي قهوة لمعي الأخ خليل. تعالوا والله ما شاي ريحاوي فيش بعده والنعناع الريحاوي فيش بعده. نعناعات غير شكل والله. شكرا كثير لكم اللي حضر الفيديو اعجبه يحط لنا لايك وشير ويقول لنا شو رايه في هذا الشارع وهل استمتع معنا في الجوله ولا لا. وشكرا يامن اللي كان معنا في التصوير. شكرا يامن. وهدول المطوات بيني وبينك مسكين مزعجات. بيجي بقعد هون بنزعج من صوتهم.